بيأدي اداء سريع لما هجومي لما بيقطع الكوره. حطوا عينيكم على المباراه وتروح الكوره على طول لوليد يرجعها ورا للسيد، والسيد عرضيه تخبط وحلوه حلوه. واحد يقول لي يا عم احمد شكري اهو، يا عم ده اهلي يا عم. هتقول لي بقى ده بيجري وبيلعب بثلاثه وبيلعب باربعه، ده هم دول الاهلي، وفعلا هم دول الاهلي. احمد شكري يحط هدف التقدم في يعني بص حضراتكم هي عملت بند. بص بقى التوفيق، بس الولد حطها كويس. بص التوفيق جات له على اهو، وعبد المنصف يعني شعره متقله شويه، والكرات دي ما كانتش تخش فيه وضعيف على فكره، انما يعني رد الفعل كان بطيء بالنسبه لناصف محمد عبد المنصف وواحد النادي الاهلي لا شيء. يعني انبي في كوره جميله من احمد شكري اللي بيفرض سيطره. انبي خضنا كده بلعبتين ثلاثه وحسبها ايه ده؟ حسبها ضربة جزاء. هنشوف الاول. ايوه جت في ايد مانو. هنشوف بقى جت ولا ما جاتش. الكلام ده بتاع استوديو التحليل بقى، ما تدخلنيش في متاهه. 1-0 وضربة جزاء يبقى 2-0. ضربة جزاء يبقى 2-0. وليد يحط الهدف الثاني. وليد سليمان يحط الهدف الثاني، وتبقى الاهلي 2 وانبي لا شيء. اتخطف انبي اتخطف اول ربع ساعه. خلاص انبي اتخطف اول ربع ساعه في الدقيقه 6 والدقيقه 14 من ضربه جزاء ومن كره لشكري. وادي طبعا شوقي غريب قاعد يتنطط زمانه دلوقتي، بس نقول له خلي بالك لسه انت ليك 3 بونت والتاني 6 بونت. وضربه جزاء بيقول لي محمد يحيى كده التغيير اللي حصل، نزل عمرو الحلواني مكان محمد ناصف، وضربة جزاء للنادي الأهلي ومحمد بركات. معرفش اللائحة ايه بقى في الأهداف. محمد بركات هدف الثالث محمد بركات، يعني هدف الثالث و3-0. ويبقى فيه سموحة يعني ما نشوفوش في الجدول كده يبقى مفوقة بهدف. ادي محمد بركات بعد دقيقتين من زمن الشوط الثاني يحط هدف من ضربة جزاء. طبعا لو بصينا بالجدول هنلاقي بالنتيجة دي سموحة مسكت المركز الجبهة اليمين عند بركات. هل هيشيل بركات؟ شكله هيشيل بركات ويرجع مانجا وينزل تريزيجيه في نص الملعب، وادي العرضية هدف جميل. بقول لحضراتكم ادي رؤوف جاب هدف جميل فيه اهتزاز شديد جدا في اداء الاهلي على الشوط الثاني نتيجه تراخي. يعني بص حضراتكم الكره هتترفع اهي. رؤوف بص راح رؤوف وحطها حلوه قوي. رؤوف هدف جميل لانبي، تصبح نتيجه 3-1 لصالح النادي الاهلي. يعني 4 أهداف جمال وزحلقه حلوه قوي ولا يقدر اكرام يعمل فيها حاجه. خطا، عمق دفاعي للنادي الاهلي. تتلعب ضربه ركنيه وسيد معوض وهدف. بقول لحضراتكم سيد حمدي مباراه يعني غريبه جدا. بقول لحضراتكم ايه بتسيطر وسيد حمدي يقول انا اهو، انما الخبره بقى والكلام ده كله يبقى سيد حمدي ينقذ محمد يوسف في الوقت الحرج جدا اللي كانت المباراه راحت منه. سيد حمدي يحط الهدف الرابع بجداره كبيره جدا. وسيد معوض بعد نوبه كده من النوم على طول يشيلها وانذار لسيد حمدي. خلاص بص بقى هنا الفرق. هنا عندك لعيبه تجيب جوان وهناك عندك لعيبه بتضيع جوان. ادي الفرق في الاهداف في الشوط الثاني. سيد حمدي و4 أهداف للنادي. ادي سيد حمدي اهو، وكوره حلوه جبهه اليمين عند بركات. هل هيشيل بركات؟ شكله هيشيل بركات ويرجع مانجا وينزل تريزيجيه في نص الملعب، وادي العرضيه هدف جميل. بقول لحضراتكم ادي رؤوف جاب هدف جميل فيه اهتزاز شديد جدا في اداء الاهلي على الشوط الثاني نتيجه تراخي. يعني بص حضراتكم الكره هتترفع اهي. رؤوف بص راح رؤوف وحطها حلوه قوي. رؤوف هدف جميل لانبي، تصبح نتيجه 3-1 لصالح النادي الاهلي. يعني 4 أهداف جمال وزحلقه حلوه قوي ولا يقدر اكرام يعمل فيها حاجه. خطا، عمق دفاعي للنادي الاهلي.
تتلعب ضربه ركنيه وسيد معوض هدف. بقول لحضراتكم سيد حمدي مباراه يعني غريبه جدا. بقول لحضراتكم ايه بتسيطر وسيد حمدي يقول انا اهو، انما الخبره بقى والكلام ده كله يبقى سيد حمدي ينقذ محمد يوسف في الوقت الحرج جدا اللي كانت المباراه راحت منه. سيد حمدي يحط الهدف الرابع بجداره كبيره جدا، وسيد معوض بعد نوبه كده من النوم على طول يشيلها، وانذار لسيد حمدي. سيد حمدي خلاص. بص بقى هنا الفرق، هنا عندك لعيبه تجيب جوان وهناك عندك لعيبه بتضيع جوان. ادي الفرق في الاهداف في الشوط الثاني. سيد حمدي و4 اهداف للنادي. ادي سيد حمدي اهو، وكوره حلوه